ما تيجوا نحرق الجوع بالبروتين. دي قصة أول دايت عالي البروتين في العصر الحديث. في القرن ال19 الناس بدأت تتخن لأول مرة في التاريخ. وقتها راجل صانع توابيت قرر يعمل حاجة مجنونة. يلا بينا نشوف عمل ايه. في الوقت ده انجلترا كانت بتتغير بشكل سريع، مصانع ومدن واكل جاهز، ووزن الناس بدأ يزيد لأول مرة في التاريخ. وسط ده كله ظهر دكتور غريب الأطوار، ويليام بانتنج. عمنا ويليام كان صانع توابيت بيعاني من السمنة، وفي يوم قابل أحد الأطباء وفهمه إنه مشكلته مش في الدهون، ودي كانت صدمة لأن الناس وقتها كانت بتقول إن الدهون هي العدو الوحيد. بدأ التجربة وعمل نظام لحوم وأسماك وبيض وخضار بس، ومشي عليه 6 شهور. نزل وقتها 23 كيلو، وده كان رقم مرعب. كتب كتاب صغير اسمه Letter of Core Plans وتوزع ببلاش وانتشر، لدرجة ان الناس بقت تقول I am Banting، اللي هو بيعمل الدايت بتاعه كده، نظام عالي بروتين. ليه بنقول ان هو دايت عالي بروتين؟ لانه اعتمد على البروتين كمصدر اساسي، ومنع الكربوهيدرات بشكل شبه كامل، واعتبر ان البروتين بيشبع وبيقلل الجوع. ببساطة بانتنج هو الجد الاكبر للكيتو والاتكنز واللو كارب. بانتنج خسر 23 كيلو في 6 شهور، والناس وقتها كانوا بيقولوا عليه مجنون. والنهارده نفس الفكره بقت اساس اشهر دايتات في العالم. وانت شايف البروتين سلاح قوي ضد الجوع ولا مخاطره؟